هالكيكة طعمها مش عادي. الكيكة التركية بس بنكهة الريد فيلفت طلعت أطيب من نكهة الكراميل بمراحل. ولنعملها رح نحتاج لباكيت كيك جاهز بنكهة الريد فيلفت. أول شي بجات واسع حطي 3 بيضات بحرارة الغرفة، اخفقيهم بالويسك مع نص كاسة زيت نباتي. بس يصير القوام متجانس نزلي عليهم خليط الكيك الجاهز شوي شوي مع التحريك، وبس يتقل الخليط ضيفي لهم كاسة ونص مي دافية واستمري بالتحريك ليصير القوام مثل هيك. جيبي بايركس وادهنيه بشوية زيت وادهن الأطراف، اسكبي الخليط ووزعيه فيه بالتساوي. بعدين بتدخليه على فرن محمى من قبل على 180 درجة لمدة نص ساعة، واختبريه بعود خشب قبل ما تطلعيه من الفرن. وللطبقة الكريمية حطيت نص كاسة كريمة خفق سائلة مع ظرف كريمة حلويات بودرة ومعلقتين أي نوع جبنة دهن متوفر عندك، اخفقيهم سوا منيح ليتضاعف حجمهم. بعدين غطيها ودخليها التلاجة تبرد، وهيك الكيك بس جهز. أول ما تطلعيه من الفرن اعملي فيه فتحات بعود خشب وسقيه بكاسة ونص حليب بارد، واستني الكيكة تبرد تماما. بعدها بتجيبي الكريمة من التلاجة وارفعي منها مقدار معلقة أو تنتين بكيس الحلواني رح نستخدمهم بعدين. هلأ بتوزعي الكريمة على وجه الكيك وبترتبي الوجه يكون بمستوى واحد. بعدين بتجيبي سيرب فراولة وبتحطي طبقة خفيفة منه فوق الكريمة. هلأ بتجيبي الكريمة اللي رفعناها بكيس الحلواني وبتعملي خيوط رفيعة منها على وجه السيرب بهذا الشكل، وبعود خشب بتعملي الحركة هاي. وهيك الكيكة صارت جاهزة. أطيب كيكة ممكن تعمليها بشكل وطعم جديد ورح تعجب الكل. بترطب على القلب على قد ما هي باردة وخفيفة. جربي اعمليها ولا تنسي اللايك للفيديو والمتابعة على الصفحة، وصحتين وهنا.